اهلا وسهلا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد. انا سلمى حجاج ودي قناتي تحفه تحفه، ولسه مكملين مع بعض التحدي بتاع الرسم باسلوب الخط الواحد او الوان لاين ارت. والكلمه اللي هنرسمها النهارده هي كوكب الارض او ايرث. والصور اللي انا حملت الصورتين دول، لكن في واحده منهم هي اللي هنستخدمها في الصوره بتاعت كوكب الارض دوت كده محطوط جوه كيس. مالناش دعوه بالكيس دوت، هنستخدم الصوره نفسها. بس عجبتني الصوره دي عشان فيها قاره افريقيا وشبه الجزيره العربيه وكده. الصورة التانية اللي لقيتها برضو حسيتها لطيفة ان احنا ممكن نرسم منها، اللي هي الصورة ديت المجسم بتاع الكرة الأرضية دوت. لكن هو مركز اكتر على ساوث امريكا والبرازيل وامريكا الجنوبية وامريكا الشمالية وهكذا. فهنستخدم الصورة دي مع بعض، والصور واكواد الالوان وكل حاجة انا مستخدماها تقدروا تحملوها من الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف. اول حاجه هعملها ان انا هفتح كده الفولدر بتاعي، وهكون فاتحه ادوبي الستريتور تحت، واخد الصوره بتاعتي كده وارميها هنا في ادوبي الستريتور. وكالعاده الصوره بتنزل حجمها كبير جدا عشان احنا محملينها بكواليتي عاليه. وهنصغر الصوره كده بالشكل دوت لحد ما يبقى كوكب الارض دوت موجود هنا كده في النص. هظبط بقى الحجم بتاع الصورة بتاعتي لحد ما احس ان دوت الحجم المظبوط بالشكل ده. وكالعادة هسمي اللاير ديت مثلا هسميها باك جراوند او هسميها ريفرنس او هسميها اي حاجة انا عايزاها، حتى ممكن اسميها اسامي بالعربي. هعمل لاير جديدة وهسمي اللاير الجديدة ديت اوتلاينز. بقى ممكن اعمل حركة قبل ما اعمل لوك لللاير اللي اسمها باك جراوند، واقف كده هنا في باك جراوند وارسم مربع او مستطيل بالشكل دوت. وبعدين هجيب السلكشن تول واحدد الاتنين مع بعض من الكيبورد، هعمل ماسكينج او كنترول 7 يعني. وهظبط بقى الصورة بتاعتي بالشكل دوت، احدد الصورة نفسها كده واطلعها او انزلها بحيث يبقى شكلها واضح عندي، وابقى انا قصيت الاجزاء اللي ملهاش لازمه. احدد كده المربع بتاعي وهبدا اكمل كده القص بتاعي بالشكل ده، بحيث يبقى عندي الحاجه اللي انا فقط محتاجاها، مبقاش عندي اي تفاصيل تانية موجوده. هضغط بقى بره بالشكل دوت وهعمل لوك لللاير اللي اسمها باك جراوند من هنا. اختار بقى البرش تول من هنا كده، وهتخيل كده هشوف نفسي هبدأ منين. اعتقد ان انا ممكن ابدأ من تحت هنا. طبعا هو هنا بيقولي ان انا ما ينفعش ارسم اي حاجه وعامل لي علامه البرش تول وعلامه زي اكس كده او ممنوع جنبها، عشان انا واقفه في اللاير اللي اسمها باك جراوند اللي هي اصلا لوجو. هقف بقى في اللاير اللي اسمها اوتلاينز، هلاقي ان عادي جدا بيرسم معايا. اعتقد ان انا ممكن ابدا رسم من هنا. كل ما كانت الكره الارضيه طالعه معايا دائريه اكتر، كل ما طلع شكلها مظبوط اكتر واحلى. طبعا احنا بقى دلوقتي يعني بنعمل كده ايه، اشكال جغرافيه، بنبوظ جغرافيا الكره الارضيه، لكن مش مشكله. هنلف بقى حوالين قارة افريقيا. طبعا كل النقط ديت نقدر ان احنا نعدل عليها بعد كده، وده الجميل في الرسم الديجيتال. نروح كده هنا عند البحر الاحمر زي ما كنا بنرسمه زمان في حصص الدراسات والجغرافيا. وعشان الصورة للأسف موجودة جوا كيس، فأنا أصلا يعني مش شايفة فين البحر من النهر، وأنا سيئة جدا بصراحة في المواد اللي زي الجغرافيا والحاجات دي. قولولي في التعليقات اذا كنتوا بتحبوا المواد الادبيه ولا المواد العلميه اكتر. ده كده الاوتلاين بتاعي بالشكل ده. هاجي هنا عند اللايرز بقى واشيل الصوره بتاعتي، لا بأس بيها يعني، بس محتاجه شويه تعديلات. اول تعديل حابه ان انا اعمله ان اصلا الستروك دوت اقلله بحيث ان هو يكون اصغر شويه كده عشان اعرف اعدل على الخريطه بتاعتي. هجيب بقى طبعا الاداه ديت، وزي ما قلنا قبل كده 100 عام من التعديل. والدايره بتاعت الكره الارضيه لما تبقى مظبوطه هتديني الشكل حلو، تبقى دائريه كده بشكل هندسي. القارات بقى والحاجات الجغرافيه اللي في الكره الارضيه كل ما كانت متعرجه كده ومهزوزه زي الطبيعي، يعني ان القارات لما بتترسم على الخريطه مش بتبقى اشكال مظبوطه 100%. فكل ما كانت متعرجة كده ومتلخبطة كل ما كان شكلها أحلى. نيجي بقى عند البحر الأحمر شبه الجزيرة العربية. في الواقع أنا مش عارفة ايه اللي داخل جوه ده، لأن زي ما قلت لكم أنا في الجغرافيا مش أحسن حاجة. فمش عارفة إذا كان هنا أصلا في يعني بحر أو نهر أو حاجة، ولا في بحيرة ولا في إيه بصراحة. فمضطرة زي ما قلت لكم قبل كده، أنا كل ما بتزنق بعمل عقدة. وغالبا هنا في حاجة يعني مائية، وهنا فيها بس عادي. فزي بقى ما قلت لكم قبل كده ان الوان لاين ارت حلاوته ان كل ما نتزنق نعمل عقده او موجه. يعني دول الحاجتين الشيك قوي اللي انا بعرف اعملهم. ولما مبقاش عارفه احط هنا ايه او اقفل الخط ده بايه، يا اما بعمل عقده بالشكل ده، يا اما بعمل موجه زي اللي عملناها في الرسمه اللي فاتت بتاعه العجله. البحر الاحمر ده بصراحه شكله مش عاجبني خالص يعني، فبحاول اظبط فيه، بحاول افتكر ازاي كنا بنرسمه في الدراسه زمان.
دلوقتي بقى هظبط الكرة الارضية نفسها او الرسمة يعني بتاعت الدايرة بتاعتي بحيث تطلع بشكل دائري قدر الامكان. لما البوينتس او النقط بتكون كتيرة قوي الدايرة شكلها مش بيكون اظبط حاجة، فعشان كده بحاول اقلل النقط على قد ما اقدر واني امشيهم في دايرة، لكن في نفس الوقت برضو مش لازم الدايرة تكون مظبوطة 100% لان ده مفروض يعني رسم يدوي، وطبيعي ان مفيش حد يعني بيرسم دايرة برسم يدوي بتكون زي الدايرة المرسومة بالبرجل. البحر الاحمر شكله مش عاجبني، حاسه كأنه واحده كده لابسه فستان، فنحاول نعدل المشكله دي فيه. ممكن كمان مثلا تخشوا على جوجل وتكتبوا ريد سي ماب عشان تطلع لكم الخريطه بتاعه البحر الاحمر وتشوفوا كده شكله عامل ازاي. اعتقد ان انا لازم اطول دول كده شويه بحيث ان هما يعني يبقوا قريبين كده من هنا، واخليهم مش مدببين، اخليهم منحنيات شويه بحيث ما يبقاش شكله شبه الفستان كده. النقط الزياده امسحها. الجزء اللي هناك اللي عامل شبه الدبليو دوت محتاجة ان انا اظبطه، فهحاول بقى ايه ان انا اعمل كده شوية نقط زيادة بحيث يبقى فيه زي تعرجات، والنقط دي ايه اوديها كده واجيبها بحيث ما يبقاش شكله شارب قوي او حاد قوي كده بالمنظر ده ويبقى فاقد للواقعية. يعني خلينا نخليه كده مهزوز كأن حد بيرسم بالقلم خريطة وايده مش ماشية بشكل يعني منتظم كده او مستمر. هضغط كنترول ار من الكيبورد وهسحب ده كده هنا الجايد دوت هنا، وهرجع تاني نفس الاداة بتاعتي. عايزة النقطة دي يبقى فيه في مقابلها نقطة هنا عشان الشكل بتاعي كده يبقى دايرة متظبطة اكتر، ما تبقاش فيها انبعاج كده من هنا. وهسحب جايد تاني بالشكل دوت احطه تحت شوية بحيث النقطة دي برضو انزلها هنا، والنقطة تبقى في نقطة تانية في المقابل هناك. هخفي بقى الصورة بتاعتي وهضغط كده. شكلها حلو. البحر الاحمر شكله مش بالسوق دوت، وقارة افريقيا منورة، وشبه الجزيرة طبعا منورين بأهلهم كلهم. هنا في الخليج دوت المفروض ان هو داخل لجوه كده شوية. المعلومات دي بصراحة انا جبتها من على جوجل لان زي ما قلت لكم انا يعني اخر معلوماتي عن الجغرافيا كانت في 6 ابتدائي تقريبا. للأسف يعني معلوماتي الجغرافية مش احسن حاجة، فبما اني يعني قلت لا انا مش عايزة ارسم خريطة مثلا زي امريكا الجنوبية او امريكا الشمالية يكون دي القارة الرئيسية اللي موجودة فيها، وحبيت ان انا ارسم خريطة ليها علاقة بالمكان اللي انا عايشة فيه وان انا مصرية وعربية، فحبيت ان انا ارسم حاجة ليها علاقة بمصر والعرب وكده. فعشان بقى اطلع المعلومات مظبوطة يعني كنت برسم مثلا حاجة ليها علاقة بامريكا الشمالية او امريكا الجنوبية، ما كانش هيبقى فارق معايا حاجة لو غلطت يعني عادي مش فارق. لكن لما برسم حاجة ليها علاقة بقى بالخريطة بتاعتنا والخريطة بتاعت الدول العربية عموما، لا عايزاها تطلع مظبوطة باكبر قدر ممكن. طبعا لو في اي حاجة غلط في الخريطة فالغلط من عندي اكيد، لان انا زي ما قلت لكم معلوماتي اللي ليها علاقه بالخرايط والجغرافيا وكده ضعيفه جدا. زي ما قلنا بقى عملنا الخطوط المتعرجه ديت عشان تبان لنا الرسمه اكتر بتاعه الخريطه. هنظبط الجزء دوت كده من قاره افريقيا، برضو هندخل الحدود دي كده جوه عشان نظبط القاره نفسها. وهنعمل برضو خطوط متعرجة. في العادي احنا بنحاول ان احنا نعمل خطوط تكون ماشية متجانسة مع بعضها، لكن لما بنرسم خريطة ويابسة وبحر وكده الخطوط المتعرجة دي بتدي يعني شياكة كده وفخامة اكبر بكتير. اللي هعمله بقى دلوقتي ان انا هخفي اللاير بتاعه الباك جراوند، وبكده بقت عندي الخريطة بتاعتي بالشكل ده. هجرب بعمل حاجة تانية بقى، وهي اني انهي الخط بتاعي دوت لهنا كده بالظبط. يعني هشد دي كده هنا وهضغط عليها كده وامسحها، وان الرسمة بتاعتي تبقى بادئة اصلا من هنا. هظبط بقى دول كده تاني. طبعا هو هنا نفسه يقفل الخطين دول، او يعني هو اوتوماتيكالي كده بشكل تلقائي لما بقف عند بداية الخط الباص بتاعي ونهايته بعايز يقفلهم، لكن انا عشان هما ما يقفلوش بروح ضغطة وسحبة على طول. لو ضغطت ضغطة واحدة بس هيروح قفلهم لي بالشكل ده كده والرسمة بتاعتي هتبوظ. هضغط بقى كنترول زد من الكيبورد، وبكده بقى عندي الرسمة دي بتاعت كوكب الارض. همسح دول كده وهعلم برضو على الجايدز بتاعتي دي واعمل لها ديليت. دي كده بقت الرسمة بتاعتي بتاعت كوكب الارض. اكتبولي في التعليقات انتوا من اي مكان على كوكب الارض وبتتابعونا منين بالظبط من على الخريطة دي. واللي ممكن اعمله بقى النهاردة بالنسبة للتلوين، حابة ان انا اعمل حاجة مختلفة. هنا هعمل نيو لاير، واللاير دي كده هسميها colors، وهختار عادي خالص البرش تول وهعمل لوك للاوتلاينز وهنزل الكالرز دي كده تحت هنا تحت الاوتلاينز. حابه بقى المره دي ان انا الون بطريقه جديده، فاللي هعمله ان انا هختار البرش تول هتاكد ان انا واقفه في اللاير بتاعت كالرز، وهاجي هنا كده من عند الخواص بتاعت البرش هنزل هنا كده بالقايمه ديت وهختار الثلاث شرط اللي جنبيهم 3 نقط دول، واختار من هنا كده open brush library، وممكن بقى افتح اي واحدة من دول من البراشز اللي هنا.
هختار مثلا ارو سبيشال دوت، هختار اي حاجة يعني منهم، وهطول القائمة دي كده وهقلب لحد ما يطلع لي البراشز اللي شكلها عامل كده. انا مثلا حابة النهاردة ان انا استخدم البراشز اللي بتيجي مع الستريتور، اللي هي الووتر كولر، او اللي بتكون يعني معتمدة على الالوان المائية. عندي كل البراشز دول، هجرب كده مثلا هنا هرسم بالشكل دوت، بس عايزة بقى اغير اللون، فهاجي هنا كده وحابة ان اللون اللي عندي يكون لون مثلا على ازرق، وهاخد البرش بتاعتي. طبعا اقدر اتحكم في الستروك بتاعها سواء يزيد او يقل. خلونا مثلا كده نخليه 3. وحابة ان انا اعمل خط مثلا هنا كده بالشكل ده، وهنا برضو اعمل خط تاني. الالوان طبعا ممكن نغيرها في اي وقت احنا عايزينه. هنا كده اعمل خط صغير، طبعا ده هغير الستروك بتاعه لانه بقى عريض جدا. ممكن بقى ارسم باي بروش انا حباه، يعني حتى الباث اللي انا برسم بيه مجرد ما اغير البروش كده هلاقيه عاملها لي بالشكل ده. يعني بصوا ده شكله حلو قوي. فممكن اجي هنا كده واخلي ده البروش اللي عامله كده، هدخل ده هنا كده بالشكل دوت، وهعدل على الباث بتاعه. او هعمل حاجة تانية احلى، ان انا مسحته بالشكل دوت وهبدأه من هنا، بحيث ان الحتة السميكة هي اللي بتكون الاول. يعني هبدأه من هنا كده وهلف بقى بيه كده هنا. وبعد كده بقى ممكن اعمل برضو جزء كده يكون هنا كده وهنا اخضر، اللي هو بيعبر عن اليابسة يعني اللي في الخريطة. هقعد بقى اظبط الحاجات اللي لونها اخضر والحاجات اللي لونها لبني، همسح الحتة دي بالشكل ده. هظبط دي كده عشان جت على البحر، وهدخلها جوه بالشكل ده. طبعا في فرش كتير قوي اساسا موجودة في ادوبي الستريتور، وفي فرش نقدر نحملها ونحطها كمان في الستريتور. نحط بقى هنا كمان كده جزء اخضر شوية يدل على اليابسة هنا كده في الجزء ده. وهنا كده هنحط برضو جزء تاني يعبر عن الجزء المائي في الخريطة او في كوكب الارض بتاعنا. ده كده هنقلله الستروك شوية بحيث يبقى عامل بالشكل دوت، والخريطة بتاعتنا تبقى متلونة اكتر واكتر. هنا برضو كده جزء يعبر عن المية هنا في الخليج، وهضم الجزئين دول اللي هما بتوع البحر الاحمر والجزء بتاع الخليج كده على بعض بحيث يدوا شكل احلى. بس هقلل ده كده من هنا شوية بحيث ان النهايتين يبقوا كده باينين، نهاية كل واحد فيهم. حط برضو هنا كده في الجزء دوت جزء اخضر، وبقلل بقى السمك بتاع البرش كده بحيث الجزء الاخضر دوت يدي شكل حلو. وكده بقت دي عندي الرسمة بتاعت كوكب الارض بالتلوين بتاعها بطريقة جديدة، وهو استخدام الالوان المائية على ادوبي الستريتور، والفرش بتاعت الووتر كولرينج او التلوين بالوان المية. ما تنسوش تشاركوني التصاميم بتاعتكم اللي بتشاركوا بيها في التحدي دوت، وتبعتوها لي على رسائل فيسبوك وانستجرام عشان بنشرها باساميكم في البوست الخاص بالتحدي على المدونة. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتختاروا اول عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعونا على المدونة فيسبوك تليجرام وانستجرام. هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد وتحدي جديد. دمتم بخير، باي باي.